السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نحضر الغدا مع بعض. عندنا كده دكر بط وهنعمل معاه بسلة ونعمل معاه رز بشعرية. ده بط تربية بيتي مربينه عندنا في البيت. اول حاجة كده جبت حلة كبيرة على النار وحطيت فيها مية تغلي. حطيت في المية بتاعت ديت اولا لازم تكون الحله كبيره عشان تاخد الدكر، كل الدكر ينزل في قلبها عشان ما يبقاش في حته جوه الميه وحته بره، تبقى حته مستويه وحته لا. نزلت في الميه ديت بورق لورا وحبهان وكباب صيني وعود قرفه وكمان فلفل اسود وبهارات لحمه وكمون وطبعا الملح، ونزلت بالخضار بتاعي بصل وتوم وجزر وفلفل وطماطم. هسيب بقى الميه دي تغلي مع بعضها كده. ده كان البط بتاعي انا منضفاه وغسلاه كويس جدا وكنت نقعاه في دقيق وخل وليمون، وبعد ما نقعته في الخل وفي الليمون والدقيق طلعته تاني وحطيته في محلول النقع اللي عملناه قبل كده مع بعض في الفراخ. ميه وخل ومعلقه سكر ومعلقه ملح. بعد كده بقى على ما الميه تغلي هنعمل البسله. جبت معلقتين زيت ومعلقه سمنه كبيره ونزلت فيها بالبصل. لما البصل دبل نزلت عليه بالبسله بتاعتي، بشوحها مع البصل عشان لو في اي ريحه فيها مكان التخزين تروح في التشويحه دي. بعد ما حبات البسله كده تنشف من السوائل اللي فيها وتتنفخ كده وتحسيها لسه صبحه كانك لسه عاملاها دلوقتي، شايفين؟ اتنفخت كده واخضرت وكانك لسه جايباها صبحه دلوقتي. بعد كده بقى هنزل عليها بعصير الطماطم او بالطماطم اللي انا مفرزاها في الفريزر. وبعد ما الطماطم تفك هنبقى نضيف لها الملح والكمون والفلفل الاسود. الميه بتاعتي او الشوربه بتاعتي غلت، هنزل فيها بقى على طول بالبطايه بتاعتي الحلوه دي بالدكر ده، وهغطي عليه بقى لحد ما يستوي. شايفين الشوربه مغطيه كل الدكر بحيث لما يستوي او يغلي يستوي كلاته، مش حته تستوي حته لا، عشان حصلت معايا كذا مره بتبقى الحله صغيره فجنب بيستوي وجنب لا. ده بعد ما غلى مرتين تلاتة كده. شايفين بقى السمونية اللي نزلت من البط عملت ازاي؟ كمان البسلة بتاعت الطماطم فكت ونزلت عليها بملح وفلفل اسود وكمون. بس سبتها بقى دلوقتي تتسبك وهنزل عليها بقى بشوية كده من الشوربة عشان تستوي فيهم. هنزودها شوية شوربة كده وهنسيبها بقى تكمل سواها. يا ريتكم بقى تشموا الريحة، يا ريت. جبت حله ونزلت فيها بمعلقتين زيت ومعلقتين سمنه وهبدا بقى احمر فيها الشعريه. كنت بقول لكم ان خلاص الدكر قرب على داخل في السوا خلاص. الشعريه بتاعتي اخدت اللون، غسلت الرز وهنزل عليه على طول بالرز، هشوحهم شويه مع بعض واحط له الملح. نزلت بالرز وهقلبهم كده مع بعض شويه. عايزه الرز كده يتقلب مع الشعريه وحطيت له الملح طبعا. هنزل عليه طبعا بقى بالشرب، هحط له شرب. كده خلاص عقدت الرز بتاعي، بس طبعا ما حطيتش كلاته شوربه، حطيت نص شوربه ونص ميه. وخلاص الدكر بتاعي استوى بقى زي الفل وزي الزبده كده، مستوي سوا كويس. هطلعه بقى وشايفين بقى الشوربه بتاعتي رايقه وجميله وريحتها تحفه.
الرز كمان بتاعي خلاص استوي، والبسلة كمان خلاص استوت. هنروح بقى دلوقتي عشان نعمل خلطة كده عبارة عن معلقتين صلصة ومعلقتين سمنة وعليهم شوية فلفل اسود، وهندهن بهم كده الدكر بتاعنا وندخله تحت الشواية في الفرن يتحمر. هدهنه كده كلاته من ورا ومن تحت ومن فوق عشان ياخد لون كويس كده معايا. بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ خلاص كده انا دهنته كله، ادخله بقى الفرن ويتحمر ونطلعه مع بعض. شايفين بقى الجمال والحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله، شكله يفتح النفس. وهي دي كانت وصفتنا النهارده، وده كان الفيديو. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واللي لسه مشتركش في القناه ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس. شايفين بقى؟ كنت بوريكم ان هو مستوي سوا كامل وزي الفل، ولحمته بتدوب كده في البق وعسل. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل دلوقتي تحت الفيديو يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مستنياكم. مع السلامه.